السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ما شاء الله، شوكولاتة كمان بالحصة. لا كلية كلية. تحكوا ما حلينا الواجب، امي مرضانة، ستي تعبانة، ابوي بالمستشفى، لكن شوكولاتة بالحصة كمان كيف؟ لا فهمتي غلط، مش شوكولاتة، مش والله قلم تحديد. يلا قدامي على المديرة. مش والله قلم تحديد، حتى شوفي قلم تحديد. ايه يكون صدقتي، بمزح معك اصلا، بعرف اصلا يعني بمزح. طبعا. اهلا، النهارده حبيت اغير لكم بدايه الفيديو. عملت لكم نوع اللي هو المعلمه العصبيه اللي بتتحول تقريبا، هو خيال يعني، بس حبيت اعمله لكم عشان كمان القلم اللي صنعته في الفيديو اللي هو على شكل كيت كات، فلازم تكملوا الفيديو عشان تشوفوه. وبس بعد ما تشوفوا الفيديو بس حطوا لايك واشتركوا في القناه، ويلا نبدا في الفيديو. بس قبل ما نبدا عايزه اقول لكم انه انا غيرت لهجتي في الفيديو، لانه الابلات او المعلمات اللي بيدرسوني مش مصريين، فتعودت على لهجتهم هم، فعشان كده يعني غيرت لهجتي. وعملت لكم فيديو اسئله واجوبه كمان، روحوا شوفوه، اخر فيديو عملته بعد ما تشوفوا الفيديو روحوا شوفوه، هحط لكم في صندوق الوصف. فيلا نبدا دلوقتي. هنحتاج قلم اسود وفرش والوان وايلز ومقص وورقتين ودفتر وصمغ. اول حاجة هناخد الصمغ ده او الغراء الابيض، هنحط الطبق على الدفتر ونلزق عليها اول ورقة. انا اخترتها تكون صغيرة شوية عادي يعني، وبس هنحاول نلزقها كويس عليه. وبعدين هناخد الوان، انا حطيت لونين مع بعض يعني تقدروا تفننوا فيها، وبس بصباعي وحطيت ايدي في الالوان وحطيت على الدفتر وبس يعني هيطلع شكلها حلو جدا. بس تقدروا طبعا تخلطوا الالوان مع بعض بالفرشة، بعدين تحطوا صباعكم وبس. بعد ما خلصت كل الاناناسات تقريبا، عملت لهم اللي فوق ده وحطيت لهم اشكال وسوس وخطوط وحاجات زي كده تديهم منظر حلو. وبعدين هحط لزق ملون، تقدروا تحطوا اي لزقة عندكم او حتى ورق ملون. وبس حطيته كده وقصيته، وتقريبا الدفتر بقى جاهز. بس حبيت احط له غراء ابيض من فوق عشان يخليه قوي اكتر ويديه لمعة كمان ويحفظه انه ما بيخربش بسرعة. وبس بقى جاهز. تقدروا كمان تغلفوه بورق تغليف الكتب. اما عشان تاني فكرة، لا مش مناكير، ده صمغ بس في علبة المناكير. تقدروا تعملوه بطريقة سهلة جدا. وبس هنحتاج علبة مناكير فاضية، وكمان هنحتاج صمغ ابيض اللي استخدمته في اول فكرة. بس هناخد الصمغ الابيض نفضيه في علبة المناكير، انا غسلتها كويس جدا، بس حطوا اسيتول ورجوها وهتبقى نظيفة، واغسلوها طبعا. وبس اوعوا حد يفتكروا مناكير، خاصة المعلمات اللي في مدرستكم. وبس يعني. اما الفكرة اللي هي محاية او استيكة في علبة الصمغ، هنحتاج اي استيكة عندكم قديمة ولزق وصمغ ومقص والآلة دي عشان نشيل الجزء ده. وبس بعدين انا حبيت اغسله عشان يكون نظيف علبة الصمغ القديمة دي. وحاولت اشوف عايزة قد ايه من الاستيكة عشان اقصها واقص الاطراف وكده واظبطها يعني. فحبيت اقصها من تحت وكده، بس لازم تقطعوا حتة صغيرة جدا لانه الاستيكة مش هتنفع تطلع وتنزل في الصمغ. وبس ثبتها في علبة الصمغ. تقدروا تزينوها باللزق، بس انا اكتفيت كده، هي بتطلع بس شوية بتنزل شوية. اما الكتكات او قلم التحديد ده فكمان حلو جدا وممتع كمان. فهنحتاج مقص وقلم تحديد واي كيس لاي شوكولاتة عندكم. انا حبيت الكتكات دي وكمان غريبة وجديدة. وبس خدوا مسدس الشمع وغلفوها وظبطوها يعني وكده. انا خربت مني شوية بس بعدين ظبطتها بقيت جاهزة لأي مقلب ممكن تعملوه. وبس كده بقى عندنا قلم التحديد جاهز. تقدروا تعملوا مقلب في أي حد انتوا عايزينه، كأنه يعني كتكات. أما الفكرة دي عشان المشابك ما يقعدوش يضيعوا في كل مكان، هناخدهم بس كلهم عشان ما يضيعوش. طبعا بيفضلوا يروحوا في كل مكان حول البيت، فبس هتاخدوهم وتحطوهم في علبة الكريم وكده كأنه كريم، بس هو في الحقيقة جواه مشابك. وبس يلا خدوا المشابك وحطوهم.
وبس هي دي كانت الافكار بتاعت فيديو النهارده، اتمنى يكونوا عجبوكم. انا اكتر فكره حبيتها المانيكير اللي هو صمغ، وكمان الدفتر اللي حبيته جدا، فكمان اتمنى انتوا كمان يكون الافكار عجبوكم، واكتبوا لي كمان اكتر فكره عجبتكم. ولو ما حبيتهمش قوي، لو ما حبيتوش قوي الافكار دي، عملت فيديوهين كمان تانيين افكار. شايفين الدايره اللي فوق يا اما هنا يا اما هنا، اضغطوا عليها واختاروا عايزين ايه الفيديو الجاي، وكمان افتحوا الفيديوهات التانية شوفوها، فيلا اختاروا دوسوا على الدايره، معرفش هي يا اما هنا يا اما هنا، فيلا دوسوا عليها. بس بجد اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، وكمان حطوا له لايك لو عجبكم، ولو ما عجبكمش الفيديو اكتبوا لي عشان بعدين اعدل باقي فيديوهاتي وتكون تعجب الكل. واشتركوا اكيد في القناه وحطوا لي اي كومنت في اي حاجه انتوا عايزينها، لان كمان بجد بحب اقرا الكومنتات. وكمان بتمنى يكون عجبكم بدايه الفيديو، ولو عايزين زي كده تاني كمان اكتبوا لي. فيلا اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.